رامز بيبدأ الحلقة بصوته الحماسي المعتاد وهو بيتكلم عن إنه قرر ينقل المقلب لمستوى جديد، مش بس رعب ولا سخرية لكن تجربة تكنولوجية علمية هتحسس الضيف إنه بقى جزء من المستقبل. بيقول إن الموسم ده مبني على فكرة السفر عبر الفضاء وإن الضيوف هيعيشوا تجربة لا تنسى. الضيف بيتم استقباله وهو فاكر إنه رايح لمقابلة مع شركة عالمية دخلت السوق المصري بمجال التكنولوجيا المتطورة. كل حاجة حواليه شكلها غريب، الناس بتتكلم بأسلوب رسمي زيادة عن اللزوم والتكنولوجيا اللي قدامه شكلها مش مألوف. فجأة بيتم إخباره إنه تم اختياره لأول تجربة نقل فضائي سريع وإنه هيتم نقله خلال لحظات باستخدام تقنية سرية. في الأول الضيف مش بيصدق، لكن الأمور بتاخد منحنى مرعب لما يبدأ العد التنازلي والكرسي اللي قاعد عليه بيتهز والأنوار بتتغير وأصوات إلكترونية بتحاوطه. فجأة بيحس إنه بيتسحب في نفق غريب، بيشوف أضواء سريعة، جسمه بيتقل ومفيش مفر. لما الرحلة بتنتهي بيلاقي نفسه في مكان شكله كأنه كوكب فضائي، حواليه أجهزة مش مفهومة وأصوات غريبة بتتكلم بلغات مش مفهومة. الضيف بيحاول يهدي نفسه لكن بيتفاجئ بتحذير صوتي بيقول له إن المركبة الفضائية اللي هو فيها عندها عطل ولازم يتصرف بسرعة وإلا هينفجر المكان. هنا بيبدأ ينهار ويجري في كل اتجاه ويحاول يتواصل مع أي حد لكن كله مقفول عليه. في اللحظة الأخيرة باب ضخم بيفتح ويظهر رامز وهو لابس بدلة فضائية. الضيف بينهار، يا إما بيتجمد من الصدمة يا إما بيجري ورا رامز ويحاول يضربه وسط ضحك رامز وتعليقاته الساخرة.